البنات السبعة والساحة المسحورة، حكاية منسية من تراث حوران. قصة جديدة من حكايتي وحكايتك. بقلب بلاد حوران وتحديداً بقرية صغيرة اسمها بيت عمر، في ساحة حجارتها سودا متل سواد الليل، وبوسطها في بير قديم مهجور مسكر من أكتر من 100 سنة. بيقولوا أهل القرية إنه بليلة فيها ضوء القمر قوي هي الساحة بلعت 7 بنات دفعة واحدة، وما التقى أثر لأي وحدة فيهم من هداك اليوم. ومع مرور الأيام صارت الساحة تعرف بالساحة المسحورة، وصارت جزء من التراث الشعبي المحلي. بيتداولها الكبار بصوت خافت وبيحذروا منها الصغار، بس مثل كل الأساطير اللي بتخبي وراها حكاية أكبر، كان في شي أعمق من الخرافة. قرية بيت عمر كانت مثل غيرها من قرى حوران، بسيطة فلاحية تعتمد على الزيتون والقمح والمي من البير القديم اللي بتوسط الساحة. بس من وقت ما اختفوا البنات السبعة تغير كل شو، ما عاد حدا يتجرأ يقرب من البير ولا حتى يتطلعوا عليه بالليل. الأهالي حكوا عنه عشرات الروايات، منهم قال إنه الجن خرج منه، ومنهم أقسموا إنه شافوا النار مشتعلة بالليل بدون سبب. ورغم كل شي بقي السؤال بدون إجابة: مين هنن البنات السبعة وليش اختفوا دفعة واحدة؟ رقية بنت عمرها 13 سنة عايشة مع ستها أم خليل، يلي متعودة تحكي لها قصص قبل النوم، ومعظم هي القصص بتحكي عن الساحة المسحورة. بس رقية كانت كتير مختلفة عن باقي أولاد القرية، وما كانت تكتفي بس بإنها تسمع الحكاية، كانت تدور بين الكلمات عن الشي المخفي. كل ما سمعت عن الساحة كان بينخلق بقلبها سؤال جديد وفضول ما بينطفي. وبليلة سألت ستها بصوت عم يرجف: ستي، في شي حدا شاف البنات وهنن عم يفوتوا على البير؟ جاوبتها: لا يا بنتي، بس من وقتها وهنن مفقودين. والأثر الوحيد كان بوط صغير بجنب البير. بلعت رقية ريقها وأقسمت جواتها إنها رح تكتشف الحقيقة شو ما كلفها الموضوع. بيوم صيفي بوقت الظهر لما كانت رقية عم تلعب جنب بيت مهجور بالحارة القديمة، لمحت شي عم يلمع بين الحجار. راحت ونبشت المكان وطلعت صندوق صغير من الحديد المصدي، ولما فتحته لقت فيه دفتر قديم ووراقه صفرة ومكتوب عليه بخط دقيق: جميلة 1920. قلبت رقية الورقة وهي مترددة وبلشت تقرأ: نحن البنات السبعة تعاهدنا على السر وإنه ما نفترق، بس القلب لما يحب والعين لما تغار بصير السر لعنة والعهد رماد. كان هاد بداية خيط الحقيقة. من خلال صفحات الدفتر بلشت الحقيقة اللي زمن خباها توضح. جميلة واحدة من البنات السبعة كانت بتحب شاب اسمه سالم من عيلة كانت على خلاف قديم مع عيلة جميلة. حبهم كان سري مخبى تحت ظل الطين والحجارة القديمة. بس سعيدة واحدة من صديقاتها السبعة كانت تغار منها بالسر ومخبية بقلبها رغبتها بسالم. وبليلة سعيدة حكت لأهلها سرها لجميلة، كانوا معروفين بقوتهم وتسلطهم. وباليوم التاني هاجموا بيت جميلة وصار شي ما كان محسوب أبدا. سالم حاول يدافع عن جميلة وطعنوه بسكين وسط كل الفوضى، وقع على الأرض وكله دم. جميلة مصدومة هربت وقررت مع رفقاتها الستة إنهم يختفوا بشكل مؤقت لحتى تهدى الأمور، وكان الحل الوحيد البير القديم. وبليلة أمرها مضوي ومع الدموع والخوف دخلوا البنات على الساحة، فتحوا غطا البير وفاتوا على نفق قديم كان بيوصل البير بواحد من البيوت المهجورة اللي انبنى بزمن العثمانيين كممر للهروب. كان الاتفاق إنه يبقوا فيه كذا يوم بعدين يطلعوا لما تهدى العاصفة، بس القدر ما كان رحيم. بعد دخولهم انهارت الحجارة وراهم وانسد الممر. ما حدا سمع صراخهم ولا حدا عرف إنه الاختفاء كان خطأ إنساني رهيب ما كان بفعل الجن. رقية بعد ما قرأت كل الدفتر خبرت الحكاية لخالها زهدي، وهو شاب جريء بيشتغل بترميم البيوت القديمة. راحوا سوا على المكان اللي انذكر بالدفتر وباشروا بالحفر، وبعد ساعات من الحفر لقوا فتحة النفق. دخلوا بحذر وكانت العتمة والرطوبة مأثرة على نفسهم، وبآخر الممر لقوا بقايا عظام بشرية وشوية زينة قديمة ووشاح مطرز عليه الأسماء السبعة.
وبركن من الزاوية لقوا دفتر تاني وعليه الكلمات الأخيرة من جميلة: نحن ما متنا بلعنة، متنا بصمت، لأننا صدقنا إنه العالم ما بيرحم قلوب البنات. سامحينا يا أمي، سامحوني يا أهل الضيعة. خبرنا المختار وعقد مجلس طارئ بساحة القرية، حكى القصة على مسمع الكل، وقرأ المختار كلمات جميلة بصوت منخفض. بعض الشيوخ بكيت من الخجل من سكوت القرية الطويل، وانغسلت الساحة بالدموع. بنوا تذكار حجري بوسط الساحة وكتبوا عليه: هنا دفنت الحقيقة 100 عام، ثم نهضت على يد فتاة آمنت أن الحكايات ليست دائما خرافات. الخرافة كانت درعا لحماية الحقيقة من الخروج، لكن الحقيقة وإن دفنت لا تموت، إنها تنتظر فقط من يملك الشجاعة ليستمع إليها.